السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة صلة الفضائية في كل مكان، أهلا وسهلا بكل حضراتكم معنا على شاشة تلفزيوننا الممتع والأمتع دائما، تلفزيون صلة. ونحن اليوم كعادتنا معكم دائما نقدم لكم هذا البرنامج من داخل مركز العناية بالشعر والبشرة، كي نتعرف على ما يقدمه هذا المركز من منتجات وخدمات وجلسات لتنظيف البشرة والاهتمام بالشعر والجسم لكل رواده وزواره، فتابعونا. مركز العناية بالشعر والبشرة. إريكسون لابوراتوار بخبرة لأكثر من 65 عاما تقدم لكم أفضل المنتجات لحل جميع مشاكل البشرة. الكافيار الطبيعي لشد ونضارة الوجه، الميزوفيت لتزويد البشرة بالفيتامينات A و E و C بدون حقن، بوتو VIP بوتوكس الكوبرا لإزالة تجاعيد الوجه بدون حقن، وايت اكسبرتيز لتوحيد وتفتيح لون البشرة، نوفاسيد لإزالة الكلف والنمش، بيور بايوتيك لحل مشاكل البشرة الدهنية، بايو أوبتيك لإزالة السواد وانتفاخ ما حول العين. إريكسون لابوراتوار، بابك للجمال. مشاهدينا، عدنا إليكم من جديد بعد الفاصل، ونحن معكم من داخل مركز العناية بالشعر والبشرة، ومعي ومعكم الآن الأستاذة لينا فرحات، خبيرة تجميل البشرة، اللي هتكلمنا اليوم عن مشكلات البشرة الدهنية وعن أساليب متجددة وعصرية لحلول البشرة الدهنية. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة لينا. هلا فيكي. أهلا بيكي. اليوم طبعا إحنا هنتكلم عن البشرة الدهنية، ويعني ما أكثر مشكلات البشرة الدهنية من زيادة إفراز للدهون وحبوب حب الشباب والبثور وأيضا المسامات الواسعة. اليوم أستاذة لينا هتقدمي لكل مشاهدي قناة صلة أساليب جديدة ومبتكرة عندكم هنا في مركز العناية بالشعر والبشرة لحل مشكلات البشرة الدهنية والقضاء على الحبوب والبثور التي تظهر فيها. تمام؟ ايه بالضبط. احنا طبعا متعودين بشكل عام، او الناس متعودين بشكل عام، انه علاج البشره الدهنيه بتم من خلال حبوب، مضادات حيويه معينه، علاجات طبيه، هالاشياء هاي. انا كاخصائيه بشره حلول المشاكل اللي بتتعلق في البشره الدهنيه مو من خلال إشي شرب والاشياء الطبيه المتداوله، يعني حلول المشكله هذه من خلال جلسات وكريمات معينه تركيبتها تجميليه، والمواد اللي فيها بتساعد على تنظيم الافرازات الدهنيه وحل المشاكل بشكل عام، سواء كانت حبوب شباب او مسامات او زهم دهنيه زايده عن معدلها الطبيعي. فانا من خلال جلساتي وعلاجاتي بعمل بالانسينج، موازنه الدهون، وهذا بتم من خلال تركيبات معينه او كريمات معينه بتحل المشاكل اللي بنواجهها. بالضبط. تمام، اوكي. طيب احنا معانا البيشنت النهارده، هي بشرتها دهنيه، وانا شايفه ان هي عندها يعني مجموعه من المشكلات، يعني هي عندها بثور وحبوب، وايضا يعني اثار للحبوب. إيه؟ يعني واضح ان هنا كان في حبوب قديمه وذهبت وتركت اثر. عندها شيء داخلي وعندها اشياء خارجيه. تمام. بالضبط. طبعا هذا اللون اللي تركته الحبه بالاضافه لدهون تحت الجلد. تمام. هلا في الحاله هذه احنا بنصور البشره من خلال جهاز فقط موجود في مركز العنايه بالبشره والشعر. تمام. من خلال الجهاز هذا ببين لي نوع البشره، نسبه السيبم، الدهون اللي فيها، بناء على المعدل اللي انا بشوفه بعطيها الكريمات اللي بتناسبها، وبحدد لها عدد جلسات مانيوال عندي انا في المركز. ممكن تحتاج جلستين، ممكن تحتاج 4 جلسات حسب المشكله اللي عندها. طيب اقصى حاجه ايه لعلاج الحبوب وعلاج مشاكل، يعني لحل مشكلات البشره الدهنيه، اقصى عدد جلسات ايه؟ يعني ماكسيموم 6 جلسات. 6 جلسات. يعني اقدر اقول ان السيده اللي بتعاني من مشكلات البشره الدهنيه والحبوب والبثور، يعني اللي موجوده عند اغلب السيدات وعند قطاع كبير جدا من النساء، يعني إذا بتيجي المركز العناية بالشعر والبشرة، وأقصى شيء
يعني ممكن تخضع له هو 6 جلسات فقط لحلول او يعني لحل هذه المشكلات. اكيد هذا اذا كانت المشكله كثير، بس بامكانها كمان من جلسه واحده تلاحظ الفرق من ثاني يوم، وبنفس اللحظه بتلاحظ الفرق باللون. يعني الحلو بهالجلسه مباشره بتغير لك لون بشرتك، بتحسي انه فتح اللون، لانها لها علاقه كمان بصبغه الميلانين. يعني فيها مواد بتعالج صبغه الميلانين او بتفكك او بتصحح صبغه الميلانين. يعني بنفتح لون البشره وكمان بنضيع الحبوب، بننظم الافرازات الدهنيه اللي بننظم فيها. الافرازات الدهنيه، يعني الاحمرار اللي احنا شايفينه في الحبوب ده المفروض بيختفي. طبعا بعد الجلسه حتحسي اللون خف شوي، لكن مع الجلسات تبدا هاي الالوان تروح، تبدا الدهون تتنظم، تلاقي البشره صارت صافيه وبطل فيها مشاكل. طبعا احنا كالعاده حنبدا جلستنا بننظف البشره من اي شوائب. في حاله كانت حاط ميك اب بنشيله بننظفه بكريم خاص للمكياج وتونيك قابض للمسامات. فانا حاليا حستخدم غسول بنفس الوقت منظم للافرازات الدهنيه. كنت لسه هقول لك يعني ده غسول منظم للافرازات الدهنيه ومخصوص للبشره الدهنيه فقط. بالضبط. تمام، حلو قوي. طبعا هي البشره الدهنيه يا جماعه من اكثر البشرات اللي يعني هقول لكم ليها سلبيات وليها ايجابيات. يعني هي من ايجابياتها انها اكثر البشرات عمرا، او يعني اطول البشرات عمرا، اكثرها شبابا. هي البشره اللي يمكن عمرها طويل لانها يعني التجاعيد فيها بتظهر متاخره، غير البشره الجافه طبعا اللي بتتعرض للتجاعيد مبكرا. ولكن اكيد بتعاني من مشكلات كتير زي ما قلنا في البدايه، حبوب الشباب، البثور، المسامات الواسعه، زياده افراز الدهون. يعني كل المشكلات اللي البشره الدهنيه بتعاني منها اكيد لها هنا حلول في مركز العنايه بالشعر والبشره. استاذه لينا بتطمئن كل مشاهدين قناه صله اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي انه اي حد فيكم بيعاني من اي مشكلات في البشره الدهنيه فقط بس يتوجه لمركز العنايه بالشعر والبشره، بيحصل على جلسات تنظيف وعنايه للبشره الدهنيه، وبيضمن يعني حلول تامه ومتكامله لكل مشكلات هذه النوعيه من البشره. طبعا انا هلا ححط احنا الاول سكراب عملنا غسول معالج منظم للدهون. طيب خلينا نمشي مرحله مرحله. احنا اولا غسلنا البشره بغسول يعني بينظم افراز الدهون وهو مخصص للبشره الدهنيه. بالضبط. وبعد كده عقمنا بتونيك قابض للمسامات. تمام. وبنفس الطريقه فيك تستخدميه لو كانت بشرتك دهنيه بيقبض المسامات وبخفف نسبه الدهون. أوكي. يعني في حاله البشره بس دهنيه فيك مجرد مسحه من المعقم او التونيك تمتص الدهون الموجوده في البشره. ده جميل طبعا. هذا على مستوى التونيك. هلا الخطوه الثالثه احنا في عندنا مقشر او سكراب بيعمل سنفره للخلايا السطحيه عن سطح البشره، وبنفس الوقت بينظم الزهم الدهنيه الموجوده على سطحها. ففي ماده رئيسيه ماده السلسليك اسيد، وهذه ماده علاجيه لحبوب ومشاكل البشره الدهنيه بشكل عام. فالمقشر اللي انا عم بحطه بيرتكز على هاي الماده. وانا عم بنظف بتحسي انه الدهون بلشت السكراب بيمتصها تخف معي، حتى وانا عم بفرك وعم بحس يعني انه في شيء بدات البشره تتخلص منه. تمام. بيبان معاكي في الملمس نفسه. بالملمس ايه. حلو قوي. يعني بيفرق معي وانا عم بفرك. اكيد طبعا مشاهدينا احنا يعني بنحاول نعمل لكم مقارنه. احنا دلوقتي البيشنت اللي قدامنا احنا بنشتغل على نصف الوجه فقط، اما النصف الاخر احنا تاركينه تماما بدون اي عمل، يعني علشان بعد ما نخلص ان شاء الله الجلسه اللي بتقدمها مدام لينا انتوا نفسكم تحسوا بالفرق بين نصف الوجه اللي تم التنظيف وتم الشغل عليه وبين النصف الاخر اللي تركناه. هتحسوا يعني لما تقارنوا بين الجزئين من الوجه هتحسوا بالفرق اكيد ان شاء الله. يعني بتحسي اللون بلش يفتح معي. انا حاسه ان بشرتها بدات تبقى يعني اصفى انقى شويه من الاول. انقى، المسامات بتضب شوي. ده التونيك؟ انا في كل مرحله الافضل اني اعقم، نقبض المسام ونعقم بعد بالزبط. كل مرحله من مراحل تنظيف البشره. وننظم دهونها كمان لانه هو منظم بنفس الوقت. حلو قوي. طبعا هاي الجلسات ما بتتعارض مع علاجاتها، اذا هي بتتابع مع طبيب عم تاخذ مضادات حيويه عم تاخذ علاجات طبيه، ما بيتعارضوا هذا شيء وهذا شيء. يعني احنا علاجاتنا ما لها علاقه بعلاجاتها الثانيه.
بالعكس بتساعدها بشكل اكثر، بتساعد على بتساعد يعني الحل بتسارع المشكلة. عمليه الشفاء او العلاج، حل المشكله. ده مهم قوي ان هو ما يتعارضش، مثلا لو هي بتتابع مع دكتور او كده ده ما يتعارضش ابدا مع العلاج الطبي بتاعها يعني. هلا أنا بالعكس بيساعد العلاج الطبي ان هو يعني يؤتي ثماره بوقت اسرع، لانه اكيد تنظيف البشره مهم جدا. طبعا انا حستعمل كريم. هذا الكريم بيكمل عملية المواد طب اللي احنا الكريم حطيناها. ده بيتكون من ايه بالظبط؟ كمان المادة الرئيسية اللي فيه اللي هي مادة السلسليك أسيد، بيعمل تنظيم للزهم الدهنية في البشرة. في مع هذا الكريم استخدم أجهزة، أنا عندي مثلا أجهزة مثل الهاي فريكونسي كأخصائية بتساعدني مع الكريم بإني أنظم الإفرازات الدهنية من خلال أشعة الهاي فريكونسي كمساعد مع هاي الجلسات. نسكر المسامات، عرفتي، نساعد البشرة بأنها تمتص الكريمات بشكل أكبر وتستفيد الجلد منها. فأنا بحاول أعمل عملية بطريقة الفرك هاي. نحاول نعمل عملية نسارع عملية الامتصاص. تمام. يا ريت كمان مشاهدينا يعني يركزوا قوي في حركة اليد لدى دكتورة أو لدى أستاذة لينا، علشان تشوفوا يعني أعتقد أنت ماشية بطريقة معينة في حركة إيدك. ايه بالظبط. تمام. طب ده برضو بيرجعنا لنقطة مهمة قوي، انه يعني اي سيدة بتعاني من اي مشكلة في بشرتها ايا كان نوع بشرتها، يعني ابدا لا تحاول هي بنفسها في المنزل انها يعني تشتري منتجات من الصيدليه او من السوبر ماركت وتبتدي انها يعني تستعملها بنفسها، لانه اولا المنتجات ممكن تكون مش مناسبه نوعيه بشرتك ده مبدئيا، وانت طبعا مش خبيره تجميل او مش اخصائيه تجميل، فبالتالي ما عندناش الدرايه الكافيه او العلم الكافي باستخدام المنتجات الخاصه لنوعيه بشرتنا تحديدا. والحاجه الثانيه ان ممكن حركه ايدي بدل ما تجيب النتيجه الصحيحه لا تدي نتيجه عكسيه. صح الكلام ده يا استاذه لينا؟ ايه اكيد. ممكن من البدايه مشكلتك تكون كثير بسيطه. مجرد تونيك وجلسه عنايه في بشرتها بالشهر مره بتكفيها، مره واحده في الشهر، مره واحده. جميل. باستخدام خاطئ لكريمات معينه زودت نسبه الافرازات الدهنيه اللي عندها، فصار عندها مشاكل اكبر من مجرد دهون. اكيد يعني طريقه الشغل نفسها انا حاسه انها اكيد الاخصائيه بتبقى فاهمه اكتر من اي امراه عاديه يعني. اكيد اكيد. فيعني الافضل مشاهدينا ان انتم يعني من الافضل ناخذ الخطوه الاولى السليمه اننا نتوجه لمركز متخصص فيه متخصصين وخبراء تجميل معتمدين ومتخصصين في مجالهم، هم بيكونوا على درايه اكتر بمشكلات البشره وطرق علاجها وايه الكريمات اللي تنفع ان احنا نستخدمها لكل نوعيه بشره على حده، والطريقه اللي احنا نستخدم فيها المنتجات دي بالطريقه الصحيحه. يعني الذهاب لمركز التجميل والمركز المتخصص المعتمد ذو السمعه الطيبه هو الخطوة الأولى والسليمة لأننا نحصل على بشرة نقية يعني. طبعا في النهاية أنا رح أستخدم ماسك أو قناع معالج ومنظم الإفرازات الدهنية، وهذا كتير رئيسي في جلستي لأنه تقريبا في يعني حنلاقي في حل المشكلة اللي احنا قدامنا من ناحية حبوب، مسامات، دهون زائدة، أو بنفس الوقت اللون. فحط الماسك على البشرة. طبعا احنا المرحلة الأخيرة حنستعمل ماسك مكمل للجلسة لأول خطوة عملناها. حلو قوي. حيساعدنا بشكل أكبر. ماسك مخصص للبشرة الدهنية طبعا عشان ينظم إفراز الدهون. ايه أكيد. تمام. كلميني أكتر عن الماسك يا أستاذة لينا. هلا الماسك هذا فيه مجموعة مواد بتساعد على تنظيم الإفرازات الدهنية بشكل أكبر، بتفتح لون البشرة، بتسكر المسامات، بتخفف من شكلها، لأنه كتير في عنا صبايا المشكلة يعني مشاكلهم أكتر شيء المسامة بتكون كتير واضحة. أكيد. فهذا بيساعد على عملية تصغير المسامات وتنظيم إفرازاتها. زي ما قلت لك، وبرجع بعيد يعني بركز على المعلومه هذه. اكيد هي معلومه تنظيم الافرازات الدهنيه. أكيد. يعني انا هذه الجلسه الرئيسيه او النقطه المهمه في جلستي اللي انا عم بعملها. طيب احنا هنحط الماسك فوق الكريم عادي، مش هنغسل الكريم الاول؟ لا بحطه مباشره فوق تمام. الكريم حتى يتفاعلوا اثنين مع بعض وتتم عمليه الدمج بشكل اكبر. تمام. يعني حتى الطريقه اللي بتفردي بيها الماسك هي طريقه كتير مميزه يعني. ايه طبعا.
طبعا اكيد اكيد ليها تقنيه معينه، يعني انت اكيد يعني بتشتغلي عن علم وعن درايه للي انت بتعمليه. ايه اكيد، مش مجرد فرد عشوائي فقط يعني. لا اكيد طبعا. وده الفرق اللي بين الاخصائيه او خبيره التجميل وبين اي واحده تانية عاديه. اكيد اكيد. يعني في اماكن ما بصير تقربي عليها. هلا الماسك هذا ما في احطه تحت شفونها، تحت العين، منطقه تحت حساسه العين. جدا. ايه طبعا. وما في هدو اصلا، المفروض اني ارطبها يعني امدها بالدهون، مو اخفف الدهون مش اللي فيها. العكس. ايه. احنا ممكن ننزل على الرقبه عادي. لا مو مشكله، لانه بخفف حتى التحسس، بشرتها متحسسه. يعني اللاين هذا قلنا البشره دهنيه حساسه. قولي لي يا استاذه لانه انا عم بحط تحت على اساس انه في انزل لتحت شوي، لانه في ناس كثير حتى الحبوب والدهون تلاقيها نازله لرقبتها، موجوده في الرقبه طبعا. اكيد. طيب قولي لي يا استاذه لينا، احنا هنا في مركز العنايه بالشعر والبشره عندنا يعني لاين او خط معين في اساليب يعني وحلول البشره لكل بشره مختلف، يعني كل نوعيه من انواع البشره. يعني بمعنى احنا النهارده عندنا ماسكات معينه وكريمات معينه وجلسات تنظيف للبشره الدهنيه. تمام. في اكيد حاجات تانية للبشره الجافه وحاجات تانية للبشره العاديه او البشره الحساسه. كلميني اكتر. طبعا انا بشكل عام عندي في مركز العنايه بالبشره والشعر 13 خط للعنايه في البشره. 13 خط. 13 خط. تمام. فمن ضمن الاشياء اللي انا بستخدمها مثلا اللي عندهم مشاكل بالورديه، يعني هذه مشكله كثير عويصه وكثير بتضايق، بتلاقي البشره اي شيء بحسسها حمرة كثير، عرفتي. عندي جلسات خاصه على طول بتهدي الاحمرار الموجود في البشره. عندي جلسات للبشره الجافه كثير اللي بتفتقد المي بنفس الوقت يعني. ايه بنفس الوقت بتفتقد الدهون. عندي انا جلسه بعوض فيها نسبه نقص الدهون اللي موجود فيها. هلا هاي البشره فيها دهون زياده، بدي انظمها واخففها. عندي بشرات ما فيهم دهون اصلا، انواع سكن ما في دهن، بدي اعززه بالدهون وبنسبه المي اللي بيفقدها، كميه الدهون اللي المفروض تدخل لها. بالضبط. فمو شرط يعني انه مشاكل البشره بس دهون، ممكن نقص دهون، نقص مي. صحيح. احيانا تفتيح البشره، عندنا جلسات للي عندهم اضطرابات بالهرمونات. جلسات التغذيه مثل الكافيار، الميزو، بديل الميزوثيرابي، جلسه كثير حلوه، مواد كثير حلوه بنستخدمها للبشره. جميل جميل. احنا يمكن كنا قلنا لمشاهدينا الكرام اننا يعني بنعمل سلسلة حلقات جديدة من داخل مركز العناية بالشعر والبشرة عشان يعني نوريكم كل حاجة موجودة في المركز، كل أنواع الجلسات، كل أنواع الأجهزة والمنتجات اللي بيستخدمها هذا المركز التجميلي الضخم، مركز العناية بالشعر والبشرة. على مدار الحلقات المتتالية بإذن الله مشاهدينا هتشوفوا معانا في كل حلقة يعني حاجة مختلفة. يعني اليوم احنا بنوري لكم جلسة لتنظيف البشرة الدهنية. في الحلقات القادمة بإذن الله هنتطرق لموضوعات أخرى زي البشرة الجافة، البشرة الحساسة، البشرة المختلطة، البشرة العادية، كل أنواع البشرات، وأيضا الشعر وأيضا التنحيف والاهتمام بالجسم. يعني سلسلة حلقات نتناول فيها كل ما يعني يخص المرأة موجود هنا في مركز العناية بالشعر والبشرة. يا ترى أنا شايفة دلوقتي حضرتك بتحطي الماسك تاني فوق الشاشة؟ ايه ده شاش. هلا احنا اللي بيميز جلساتنا عنا اخر مرحله الماسك ما بنحطه بطبقه واحده، بنحطه بطبقتين. طبقه مباشره على الجلد والطبقه الثانيه فوق شاش حتى نساعد على عمليه امتصاص اكبر ونتائج اسرع من خلال الضغط اللي احنا بنعمله على الجلد اللي قدامنا. انا اول مره اشوف حد بيعمل كده على فكره. ده واضح ان انتوا فعلا يعني ده دليل على ان المركز فعلا مركز متميز. يعني يمكن في معظم الاماكن الاخرى هو الماسك بيتحط مره واحده على الجلد فقط وفوقه الشاش، قطعه الشاش فقط، لكن اول مره اشوف حد فعلا بيحط الماسك مره تانية علشان يزيد من امتصاص المكونات الموجوده في الماسك للبشره او لداخل البشره. ما تنسي انه اصلا المواد هاي يعني بتنظم فهدفها غير، يعني مش انه مجرد تحطي ماسك على سطح جلدك. الهدف انه يستفيد منه بس الجلد السطحي الخارجي، لا انا بدي اوصل الكريمات ديب لعمق البشره تحت الجلد بطبقات. بالضبط. تمام. طبعا ده الفرق بين مركز العنايه وبين اي حد تاني.
هو ده الفرق، ان هو فعلا مش بس طريقه الاستخدام ولكن بيستخدم ايضا مكونات مش هنلاقيها موجوده في اي مركز تجميل اخر يعني. اكيد اكيد. تمام. طبعا حنتركه كالعاده ربع ثلث ساعه. ثلث ساعه. بعدها بننظف البشره وبنستخدم الكريم النهائي حسب المشكله اللي عندها، اذا كانت رؤوس سوداء، اذا كانت رؤوس بيضاء، اذا كانت بس عمليه تعقيم، حسب، وبننهي جلستنا. وحتلاحظوا الفرق بين الجهتين، الجزء اللي اشتغلناه والجزء اللي ما اشتغلناه. ان شاء الله. اوكي خلاص، احنا بنترك الماسك لمده ثلث ساعه علشان يعني البشره تمتصه بشكل كبير، وبنعود مره اخرى لمشاهدينا يعني لازاله الماسك، وعشان انتوا كلكم تتفرجوا على النتيجه وتقارنوا وتلاحظوا الفرق بين الجزء اللي تم عليه التنظيف والماسك وبين الجزء الاخر اللي احنا تركناه. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، عدنا اليكم بعد الفاصل وما زلنا معكم داخل مركز العنايه بالشعر والبشره. استاذه لينا، اجدد الترحيب والتحيه بحضرتك، اهلا بيكي معانا مره ثانيه. اهلا بيكي. اهلا بيكي. يا ترى احنا دلوقتي عدنا لمشاهدينا بعد الفاصل، بعد ما وضعنا الماسك على وجه البيشنت وتركناه، يا ريت تشرحي لي بقى هنعمل ايه دلوقتي. طبعا هلا انتهى وقت الماسك اللي حطيناه لمده ثلث ساعه، تركناه ثلث ساعه. فالبشره أخذت كل الفوائد اللي بتحتاجها واللي بتساعد على عملية تنظيم الدهون وعلاج الحبة بنفس الوقت. فبنشيله، بننظف البشرة منيح بالماء كالعادة. كالعادة عملية التنظيف الماسك هذا كتير سهلة، ما بتاخذ وقت. احنا ثواني معدوده ومشاهدينا، ويعني استاذه لينا بتزيل الماسك اللي احنا وضعناه من قبل بعد ثواني معدوده، وبعد الخطوات النهائيه لعمليه التنظيف او لجلسه التنظيف اللي احنا بنعملها اليوم ستلاحظوا الفرق بين جزئي البشره. ثواني وهتشوفوا نتيجه وهتحسوا الفرق ان شاء الله. تابعونا بقى. يعني لاحظوا انا عم بنظف اللون، انا حاسه ان اللون بيفتح فعلا عن الاول، ومكان والحبه نفسها تلاحظي حبوب صغيره كانت شوي بارزه، كان لونها يعني احمر، يعني عارفه انا حاسه ان اللون بيطفي. الاحمرار لونه بيطفي. فعلا حاسه ان في نتيجه من الفتره البسيطه دي. يعني ما بدي احكي لك، هاي الجلسه من افضل الجلسات اللي انا بحب اعملها واشتغلها. تمام. لاني فعلا بحس بالنتيجه، بحل يعني كثير بكونوا مبسوطين. 4 جلسات او من اول جلسه يعني بتطلع الزبونه كثير مبسوطه، الحبوب نشفت، المسامات تغير شكلها، عرفتي؟ يعني الجلسه دي كمان بتساعد على اغلاق المسام الواسعه. طبعا الجلسه هاي كثير مهمه، وانا كثير بفضل اني اعملها للبشراتهم دهنيه، وعن جد بحس انه نتائجها كثير رائعه، بكون كثير مبسوطه بعد الجلسه. البشره بتفرق معي، الدهون على طول بحس انها تنظمت، وثاني يوم بتكون نتائج كثير رائعه، كثير بكونوا مبسوطين عن جد. يعني مو انه مدح بهالجلسه، بس عن جد نتائجها كثير حلوه. انا حاسه النتائج فعلا بدات تبان، يعني ولو ان يعني هي جلسه واحده، ولكن انا حاسه فعلا في فرق. حتلاحظ الفرق. طبعا احنا هنحط ايه دلوقتي؟ هلا احنا حنحط اخر كريم. ده عباره عن ايه بالظبط؟ بنفس الطريقه، يعني بينظم الزهم الدهنيه، بس طبعا انا بستعمل كميه كثير بسيطه. عندي انا 4 سيرامات على شكل قطره، باخذ فيهم النوع حسب المشكله اللي قدامي. يعني عندها مشكله حبوب،
باخذ السيرم اللي بيعالج الحبه. عندها مشكله الرؤوس السوداء، باخذ السيرم اللي بيعالج مشكله الحبه الرؤوس السوداء. اذا كانت مشكلتها بس مجرد تنقية بشره، عرفتي، في عندي سيرم خاص لهالمشكله هاي. معقم للبشره مثلا 4 سيرمات. ايه يعني انا شايفه ان 4 سيرمات، كل واحده فيهم، كل سيرم فيهم لمشكله معينه في البشره. ايوه يعني اقدر اقول ان مركز العنايه بالشعر والبشره هذا المركز المتكامل عنده يعني حل لكل مشكله من مشكلات البشره. فانا باخذ. بتوافقيني في هذا الكلام استاذه لينا؟ ايه اكيد. تمام. اي مشكله بكل سهوله احنا بنحلها. حلو قوي. ومن خلال حالات انا مسكتها عن جد انه استفادوا، سواء بالتغذيه، تفتيح اللون البشره، ازاله اثار حبوب الشباب، تصبغات، الحبوب والمسامات الواسعه والافرازات الدهنيه الزايده، نقص الدهون في البشره. حتلاقي كل الحلول موجوده عندنا من خلال جلسات، من خلال كريمات، واجهزه ايضا، يعني ومن خلال الاجهزه متخصصه. يعني في ناس انا بيجوني بتقول لك انا ما بقدر اعمل جلسه، بدي اخذ بس الكريم المعالج. فيك تاخذ الكريم بيساعدك. بدي اعمل جلسه بنفس الطريقه، في مجال. طبعا هذا السيرم كثير مركز للمسامه، هذا بدي احط انه ايه اعالج لها المسامات المفتوحه عندها. مشكلة المسامات الواسعة دي تحديدا في البشرة الدهنية يعني من أكتر المشكلات الصعبة جدا، خاصة إنها يعني مش بنقدر نداريها ولا بالميك اب ولا بالفاونديشن ولا بالباودر، مفيش أي حاجة بتقدر تداري المسامات الواسعة. أكيد فعلا بتبقى باينة، يعني حتى لما بنحط طبقات سميكة من الفاونديشن وفوق الباودر بنحاول يعني إن إحنا بنغطي أو بنكفر البشرة علشان نداري المسامات الواسعة، أعتقد إنها بتبان برضه. أكيد. فالأفضل إنها تتحل. أكيد. صح كده؟ طبعا تتحل من البدايه، نيجي مركز العنايه بالشعر والبشره ونضمن الحل للمسامات الواسعه. زي ما انت شايفه هيك بنكون انهينا الجلسه تبعيتنا كده خلاص. تمام. انا يعني يا ريت مشاهدينا تتفرجوا معانا على الفرق بين هذا الجزء من البشره، من بشره البيشنت، وبين الجزء الاخر اللي احنا تركناه وما اشتغلناش عليه. اعتقد الفرق واضح، ويعني شغل حضرتك يعني بيحكي عن نفسه الحقيقه. طبعا قدامكم، يعني كل شيء قدامكم. تمام. الجلسه انعملت ستيب باي ستيب، بجزء، الجزء الثاني تركناه. لاحظي الشحوب، لاحظي اللون، لاحظي الحبوب، الدهون، ولاحظي الجهه هنا الدنيا اصفى وانقى، وانا حاسه كمان ان لون البشره نفسه افتح. هاي الجلسه ميزتها بتفتح اللون. بالضبط، لانه فيها زي ما قلت لك مواد بتصحح صبغه الميلانين. بالضبط. طب احنا ممكن نكلم البيشنت. Hello, what's your name? Hi, I'm Jessie. Jessie, what do you feel, Jessie? I feel itchy and fresh. Fresh. Your skin is fresh now. Yeah. Yes. Okay. Thank you. It's a good result, Jessie? Yeah, good. Good result. Yeah. Thank you. تمام. هي طبعا حاسه ان بشرتها يعني فريش. اوكي. اكيد. انا حاسه ان حتحس ببرود، حتحس انه يعني. ايه البشره عم تتنفس معاها. طبعا هي الاحساس حتحسه بعد الجلسه، واثناء الجلسه بتحس انه في اشياء عم تدخل على البشره، في اشياء بتعملها اتشنج شوي، بس هذا كله عباره عن عمليه امتصاص من خلال البورز، عرفتي؟ تمام. فهذا معناته انها عم تستفيد من الجلسه، والجلسه عم تدخل المواد، عم تدخل ديب لبشرتها، لعمق البشره. يعني لعمق البشره. الكريمات والسكراب والحاجات اللي احنا حطيناها مش بس على الطبقه السطحيه من الجلد، ولكن اخترقت الجلد وبتنزل للطبقات العميقه منه. اكيد. فهي عشان هيك بتحس انه في شيء، يعني عرفتي؟ تمام. طبعا ثاني يوم حتحس بالنتيجه كثير افضل، تلاقي البشره ما فيها شحوب، ما فيها نسبه دهون عاليه. اول ما بتفيق من النوم البشره الدهنيه بتحسي كانه حاطه زيت على وشها. والموضوع بيختلف يا استاذه لينا زي ما قلتي من شخص للتاني، بمعنى انه يعني حسب كميه افراز الدهون وحسب المشكلات اللي عندي في البشره الدهنيه مثلا بتاعتي، انه انا محتاج جلسه، غيري بيحتاج جلستين، غيري بيحتاج 4. الموضوع أكيد. بيختلف من حد للتاني. طبعا بس جلسه واحده كفيله بانك انت تحسي انه في نتيجه، وصلتي لنتيجه. بالضبط. اوكي. طيب انا بشكر حضرتك جدا على المجهود الجميل اللي انت قدمته لنا النهارده، وعلى جلسه تنظيف البشره اللي يعني انا شخصيا ملاحظه الفرق، واكيد كل مشاهدينا هم بيتفرجوا ملاحظين الفرق، ويمكن ده السبب اللي خلانا نعمل جزء ونسيب جزء عشان كلكم تتفرجوا وتقارنوا وتحسوا الفرق بين جزئي البشره، الجزء اللي اتعمل والجزء اللي ما اتعملش. انا بشكر حضرتك جدا، يعني افدتينا كتير بالمعلومات القيمه اللي قلتيها لنا النهارده ليا ولكل مشاهدي قناه صله. باذن الله سنتواصل مع حضرتك استاذه لينا في حلقات قادمه ان شاء الله.
النهارده شفنا البشره الدهنيه، بعد كده هنشوف انواع اخرى من البشره وجلسات اخرى متعدده، وكمان هنشوف الاجهزه بقى اللي موجوده في مركز العنايه بالشعر والبشره اللي هنقدر نطبقها على البيشنتس بتوعنا ونشوف النتائج المبهره ان شاء الله. لا شكر على واجب، وهذا واجبي اني اقدم دائما النصائح والحلول اللي بتعالج مشاكل البشره بشكل عام، وتشجيعي لكل صبيه عندها مشاكل دهون، حبوب، مسامات، تتوجه لمركز العنايه بالبشره والشعر، واحنا حنلاقي لها الحلول اللي تناسبها باذن الله. ايا كانت ما حتكونوا مشكلتها. ندمانين ابدا شو ما كانت مشكلتها. كنا معكم مشاهدينا الكرام اليوم من داخل مركز العناية بالشعر والبشرة، حيث قدمنا لكم إطلالة سريعة على ما يقدمه هذا المركز من خدمات ومنتجات وجلسات لتنظيف البشرة. تابعونا مشاهدينا الكرام في حلقات جديدة من برنامج مركز العناية بالشعر والبشرة كي نتعرف على كل ما يقدمه هذا المركز الضخم. شكرا لحسن متابعتكم مشاهدينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.